اياهم بدنا اياهم بدنا اياهم بدنا الكل بدنا اياهم بدنا الكل بدنا اياهم بدنا الكل بدنا اياهم بدنا الكل. Liberté, démocratie en Syrie. Liberté, démocratie en Syrie. Libérez les prisonniers en Syrie. Libérez les prisonniers en Syrie. Libérez les prisonniers en Syrie. La lutte du peuple syrien est vive. Fayez Al-Mouriez, 32 ans, enseignant, 727 jours de détention. Ahmad Al-Saoudi, 28 ans, enseignant, 1110 jours de détention. Mansour Al-Ali, 24 ans, enseignant, 691 jours de détention. Et à faire mettre en œuvre le principe de la responsabilité en matière de protection des civils que le Conseil de sécurité de l'ONU a décrété par sa résolution 1894 du 11 novembre 2009 et a œuvré sans délai à former un plan de travail أي حولوا ملف المعتقلين من قضية إنسانية إلى قضية سياسية. نحن نرفض أن نساوم على قضية المعتقلين ونرفض أن يتفاوضوا على قضية المعتقلين، وأي تفاوض يبنى في جنيف يجب أن يفرج عن المعتقلين قبل ذلك. يعني المعتقلين هن القضية الأساسية للثورة السورية وللإنسان السوري. نحن عم طالب المعتقلين السوريين عن كافة التنظيمات، ابتداء من تنظيم الأسد اللي صار يمتلك أعداد هائلة، مئات الآلاف من المعتقلين السوريين في الزنزانات. أنا أحد الناس اللي كنت معتقل ضمن معتقلات الأسد، شفت كل يوم خلال 3 أشهر بإحدى الأفرع، شفت كل يوم واحد يموت بغرفتي، من 110 أشخاص واحد يموت. هناك ظروف إنسانية سيئة جدا. يجب أن نلفت نظر جميع المنظمات الدولية، وتحديدا يجب أن نلفت نظر المسؤولين من المجتمع الأممي بتنفيذ المادة 12 من قرار 2254. 2254 كان من القرارات المهمة جدا، ولكن تم إتلافه ووضعه تحت الطاولة والالتفاف عليه من خلال تبادلات مع بين جبهة النصرة والتنظيمات الأخرى مثل روسيا مثلا. نحن هون حاليا اليوم معنا الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية مثل أمنيستي وهيومن رايتس وأورو متوسطية لحقوق الإنسان. نحن دعيناهم كضيوف ولنسلمهم قائمة بهي المطالب بالإفراج عن المعتقلين السوريين. هدفنا الواحد هو أنه نفرج عن المعتقلين السوريين. قضية المعتقلين بيجتمع حواليه كل السوريين من كافة الجهات بيجتمعوا عليه، لأنه في كل عائلة سورية هناك معتقل داخل هذه العائلة عند أحد التنظيمات، إن كان تنظيم الأسد أو التنظيمات الإسلامية. نحن بندعو المجتمع الدولي للالتزام بالعهود اللي هن حكوها بالمؤتمرات الدولية، وكان البند الأول من جنيف 1 من جنيف 2 هو الإفراج عن المعتقلين. وصلنا على جنيف 3 صار في تفاوض وانسحابات من خلال هذا البند. نحن هون اليوم حاملين معنا مئات الصور لآلاف من المعتقلين، مئات من المعتقلين السوريين. كل صورة محطوط عليه اسمه ومحطوط عليه مواليده والجهة اللي اعتقلته والمهنة. إذا هلا بنلاحظ من خلال الصور الموجودة هون موجود مهن طلاب، فلاحين، عمال، مثقفين، دكاترة، أي هناك من كافة طبقات المجتمع معتقلين داخل هذه الزنزانات، وأولهم تنظيم الأسد. بدنا اياهم بدنا الكل بدنا اياهم بدنا الكل، لا من كل ولا من لا من كل ولا من بدنا اياهم بدنا اياهم بدنا الكل، لا من كل ولا من لا من كل ولا من بدنا اياهم بدنا الكل بدنا اياهم بدنا الكل. بدنا المعتقلين بدنا المعتقلين بدنا المعتقلين بدنا المعتقلين بدنا المعتقلين بدنا المعتقلين. حرية للأبد غصب عنك يا أسد، 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 حرية للأبد غصب عنك
يا أسد حرية للأبد غصب عنك يا أسد تحميك إن شاء الله وتنام بهيل الله وتنام وهي الله بحميك رب السماء تحميك إن شاء الله من الموت ما بكفلاك والموت حكم الله والذل ما يطالك ولو قطعوا يلا نامونا نيمتو ما كان ينام نيمتو بالمرجوحة خفت عليهن الشوحة وهي الله هي الله وهي الله هي الله هي يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب